هو انت ليه ما سألتش نفسك قبل كده، هو ليه بقى نجوم الراب سين موجودين كتير قوي دلوقتي في الافلام؟ عندنا مثلا شاهين، عندنا مروان موسى، عندنا فليكس، عندنا ويجز، في ناس كتير قوي من الراب سين دخلت مجال التمثيل. فهل هم اصلا ابتدوا في الراب عشان هم بيحبوا التمثيل فدوروا على الشهرة من طريق اسهل شوية، ولا اتشدوا بعد ما اخدوا الشهرة بتاعتهم؟ سؤال محتاج تفكير وعشان نعرف نجاوبه صح. طب بقول لك ايه، تفتكر هم فعلا موهوبين ولا جت معاهم ضربة حظ كده؟ اللي هو عمل كويس مع كاست كويس مع مخرج شاطر عرف يوظف صح فتمام طلع مقبول مبلوع، لان خلينا نقول ان احنا لامسين نجاحاته ولا ايه؟ طب برضه في سؤال كمان، تفتكر التراك نفسه في الراب بيتسجل ازاي؟ او الموضوع بيبدأ منين؟ او بيبدأ ازاي؟ او تفتكر مهندس الصوت بيبدأ يشتغل ازاي عشان يطلع بيت معين او يطلع حاجة معينة تختم الموضوع ده كله؟ سؤال عايز تفكير صح كده. ويلا بينا، خد لك لقطة. خد لك لقطة ايه مش ماشية، خد لك لقطة دي مرد على البيت. لا اعرف يكون سلطان ولا شفت حد يكون زعيم. المهاتما غدا حكيم الجيل وانتم لسه ناشئين. لا كده ولا امل مستغل اسمي احمد مستبد السين. دكتاتوري دارس عقولكم بتقل دارس بس بالرصين. عندي انفصام احمد وسين. سين سائل وثابت ومطلوب. احمد رايق كده زي ابوه شاب كول. شوفني في اي مود وانا موجود. فاخد لك لقطه على المكشوف بس هو وشوش وعلى المظبوط. قدر جه وبكره تشوف اسمي براند مش رتوش. سبتها وشفت غيرها سقطاه. اعلاميا جامد كده حب الشويلة مش معضلة. قدام الكاميرا بان مذهلا مجاريح وعارف كده. ستايلي جامد زي بيك اب حكيم جدا مانديلا. عندي عرض فنزويلا عندي عرض كده كده. فخد لك لقطة كده نيجا. تفتكر يلا تفتكر يلا ما تفتكرها. طالب هتمول السنساء مجالها ومش بعيلها. بدار اخويا المارد اللي بديع عشان خدجلها. فاينل راوند برايم مود عين الشمس زميلي ما نعدوش. قدر جايه فاكله وحوش خوجة في ايدي بتبقى عود. او جربتها كان رزوق لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة. طفرة في جيلي ايوه انا فلتة. لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة. في الحلقة ايوه فاكك انا الشفرة. لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة لقطة. طفرة في جيلي ايوه انا فلتة فلتة. لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة. في الحلقة ايوه فاكك انا الشفرة. لحظة لقطة خد لزميلي لقطة. لحظة لقطة شايفك محروم مني شطة. لحظة لقطة خد لزميلي لقطة. لحظة لقطة طول الحلقة دماغي. لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة. طفرة في جيلي ايوه انا فلتة. لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة. في الحلقة ايوه فاكك انا الشفرة. ايه الاخبار يا شباب؟ الحمد لله تمام. كله زي الفل. الحمد لله، انا المفروض من ربنا. مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. ده اللي انبساط لينا احنا اكتر يعني. خلاص يلا. حبيبي يا باشا. طيب انا حبيت اتكلم في الحلقه ديت عن الرابر بشكل عام. امتى بحس ان انا عايز اعمل تراك وازاي ببدا انفذ تراك، وامتى بحس ان التراك ده جامد قوي وعايز حد يسمعه ومتاكد ان هو هيعجب الناس، وامتى اللحظه اللي بتيجي عليا في التراك ان التراك ده مش احسن حاجه. وساعات بتبقى العكس، ساعات ببقى عامل تراك انا حاسس ان هو مش احسن حاجه وفي احسن بكتير قوي وبتفاجئ ان ده اللي عمل بوم. دي حقيقة. هي فعلا هي طيب هي دي كده، هي ده موضوع معانا كلنا فاهم، صناعه المحتوى عامه كلنا. دي حقيقة. تمام. فببدا بتراك من اول فين؟ يعني انا خلاص انا داخل عايز اعمل تراك او في دماغي فكره لتراك. بص احمد يرد عليك في الاول وهرد انا بعد احمد. اوكي تمام. بص انا كارتست بقى، انا دلوقتي خلاص جات لي الفكره دلوقتي ان انا عندي حاجه عايز اعمل عليها. ممكن الفكره دي تيجي من بار، ممكن الفكره دي تيجي من حاله فكر فيها مثلا. خلاص الحاله اتوجدت، انا ببدا ان انا اكمل الموضوع. ليركس جاهزه، يلا مارد، وهو يبقى يكلمك في الجزء بقى بتاعه. الجو بقى الورشه بقى اللي بياخدنا ليها، فاهم؟ فكره ان انت بتخش الورشه اصلا بتبقى انت مش عارف هتعمل ايه، وممكن بشكل كبير جدا الليركس اللي انت كتبتها دي تستخدمها او تعدل فيها جامد جدا. فهو يكلمك بقى على جو الورشه او تهد وتبني من اول وجديد. ده وش يعني النقطه هنا اصلا ان اللي انت كل داخل عشان تعمله اساسا، او الفكره اللي في دماغك ان انت داخل تنفذها بنسبه 60% مش ممكن هي اللي تكون هتتم اساسا. 100% ممكن ما تتمش اصلا. طب الفكره اللي انت بتبقى داخل بيها او اللي اوريدي تديك الباور اللي انا خلاص داخل يلا هشوط هرك. انا عايز ارك دلوقتي مثلا على حاجه انا مقتنع بيها. خلاص احنا سمعنا الدنيا والموضوع الدنيا تمام، خلاص مش هتعدل في حاجه. بنبتدي ناخد يعني جزء
الريك نفسه، بس انت ممكن بقى بعدها وبعد ما تريك وتخلص الموضوع او تاخد شوط حلو في الموضوع، تمام. تبدا تقول لا انا عايز اعمل كذا، انا عايز اعمل كذا، انا عايز اعمل كذا، تلاقي الموضوع اتحول معاك 180 درجه. أيوة. فاهم؟ اللي انت داخل فيه اساسا في الاول انت مش لاقيه ايوه دي حقيقه. خالص. يعني انت أيوة. داخل بحاله، فممكن الحاله دي تروح معاك بدل ما هي مثلا 100% انت مقتنع بيها، 200% انت مقتنع بغيرها. فاهم؟ فده واضح ان هنا الموضوع عليه ذكريات. ايوه يحكي لك هو بقى جو الورشه مثلا، احنا اقتنعنا بحاجه دلوقتي وبدانا فيها، حلو. ويلا بقى اللي هو ايه، كمل انت احكي له إيه؟ بقى جو بقى اللي هو ايه. هي الفكره كلها بتكون ان زي هديك مثال بسيط، زي مثلا الشخص هو ما بينه وما بين نفسه بيكون فاكر ان صوته حلو جدا، بس في الحقيقه ده مش صوته، ده صوته هو في دماغه. انت فاهم؟ ارض احنا بنخلي والهاند فيه في ودنا، فانا دلوقتي انت قاعد مع، لكن في الاستوديو الموضوع غير. فكذلك برضو الارتست لما يكون مش فاهم يعني ايه مزيكا، وده بيحصل مع ناس محترفين جدا ان عادي يعني. فاهم؟ المحترفين بيعملوا ايه؟ بيروح يقعد في الاستوديو، يا اما يكون هو بقى ايه بقى، بيكون بيلعب مزيكا، بيلعب آلة مثلا، فجرب الاتوان بتاعت صوته، فجرب حاجه فلعب، فخلاص لا هو اوريدي بقى خلاص، هي هنا خلاص، انا هنا تمام، انا تمام في الحته دي. فلما بيروح للبروديوسر مثلا، لا بيبقى مسمع البروديوسر الموضوع كفكره عامله ازاي. انت فاهم قصدي؟ فلما بنيجي احنا نقعدوا بنشوف الفكره هتبقى عامله ازاي. طب هل الموضوع هينفع في الوقت ده؟ طب هل الليركس ده الباور اللي احنا فيه دلوقتي؟ ولا طب هل البيت ده الباور بتاع الليركس تنفس الباور بتاعت البيت دي؟ فتلاقي مثلا البيت بقى اجمد من الليركس، فاضطر تقعد تكتب، فوانت بتكتب مع باور المزيكا تلاقي نفسك بتكتب تراك تاني خالص غير اللي انت رايح في حته ثانيه اصلا، رايح في حته ثانيه. ايوه حصل. بتحصل بالظبط. انا عايز اروح لنقطه، معلش اتفضل. سؤال بيراودني انا شخصيا. اتفضل. انه صوت بيبقى صح اللي بسمعه وانا بسجل ريك وانا بغني في الانستجرام او في واتساب، ولا اللي بسمعه بعد ما بخلص غنى؟ يعني صوتي اللي انا بسمعه وانا بغني، ولا صوتي للاسف اللي انا بسمعه من الفويس؟ بص، الفكره كلها ان احيانا الانسان بيغني بصوت مستعار لارضاء نفسه، تمام؟ فبيحس ان الصوت ده كويس، فبيحس ان الصوت ده كويس. لكن لما بتيجي اوريدي بقى تغني مع مزيكا ويبقى فيه هندسه صوت، وانت مرتبط بمقام ومرتبط بدرجه ومرتبط بحاجات كتيره قوي، وقانون تسجيل، قانون التسجيل غير قانون المسرح. قانون المسرح حوالين منك زحمه، والزحمه بتداري الفضايح، حوالين منك آلاتية، وحوالين منك جمهور، وحوالين منك صدى صوت بقى، ريفيرب ومهندس صوت بيزود لك الريفيرب، بيزود لك الديلي، بيظبط لك الكولايزر، مش عارف ايه. في التسجيل غير. في التسجيل بقى بتعرف، على الرغم ان مهندس صوت بيعالج كتير مثلا قوي هو في لاين عشان هو بيقعد معايا، احمد بيقعد معايا مش وهو بيعمل شغله بس، بيقعد معايا وانا بعمل شغل الناس كمان. يعني بيبقى اغلب وقت كل انواع قاعد معايا من العالم، قاعد معايا، واحنا مثلا الموضوع كله مكشوف عندك. سواء بنعمل مزيكا جوه مصر او بعمل مزيكا الارتست بره مصر، فهو بيبقى قاعد معايا حاضر الكلام دوت. فاهم؟ فهنا الفكره كلها بتبقى مرتبط بمقام، مرتبط بدرجه، مرتبط بقوانين، بمسافات معينه ما بينك وما بين المايك. في الاخر بقى بيجي هنا دور مهندس الصوت، بيبدا بقى ايه، يركب لك او يسنتر النوتات او العرب اللي انت قايلها في السكيل بتاعتها الصح. حلو جدا. بعد كده يبدا بقى يحط ايه، يعني بيعمل التيوننج بتاعه، بعد كده يبدا بقى يحط اوتو تيون عشان يزود اللمسات بقى، بعد كده بس بنسب، بعد كده بقى بيظبط بقى الايكولايزر، ريفيرب، مش عارف ايه الكلام ده كله. هنا بقى بتلاقي صوتك الحقيقي ظهر مع شويه تدريب. ما بيبقاش الارتست بيتعب، او ما بيبقاش المهندس الصوت بيتعب في التيوننج بتاعتك، او ان هو يشتغل بالبيتش كوريكت، او يشتغل بالميلوداين معاك عشان يبدا يظبط لك عرب صوتك. ما بيبقاش متعب من الاخر كده. هنا بقى التدريب، تصيد الغلطات اللي في الفينش. حصل. فاهم اللي هو ايه؟ حصل. مهندس الصوت ده اصلا صنايعي في الاصل. هي كلها صنعه بصراحه، هي كلها صنعه حقيقة. مش اي حد بيعملها. لو اي حد بيعملها هي في سر من حد لحد، فهي فعلا بتتعامل معامله الصنعه. ايوه كل شيء له طريقه. انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. وهو ان انت بتحس ان خلاص الفاينل برودكت بتاعك انت لو مش راضي عنه مثلا، بس الشخص اللي عامل معاك التراك سواء رابر او مغني وبيقول لك ده حلو وانا عايزه، فامتى خلاص دان بتاعتك، وامتى لا انا مش هطلع الشغل ده؟ كمبدا شغل، اول ما صاحب الشغل بقى راضي عنه فانا هنا دوري انتهى. لكن كمارد انا عمري ما كنت مرضي عن اي شغل انا عملته، لان انا دايما شايف ان فيه
احسن. مش احسن وخلاص لمجرد ان هو دايما فيه الاحسن، ودايما عارف ان انت ما طالما عندك فيجن، كل ما هتقعد هيبقى عندك رؤيه ابعد وحاجات اقوى ممكن تعملها. حقيقه. انت فاهم؟ كمثال البحر كل ما هتخش جوه كل ما هيبقى اعمق واغوط، كل ما هتخش جوه هيبقى اعمق واغوط. مش مبدأ انا رحت البحر وخلاص، ما اللي راح البحر غير اللي ركب سفينه ونزل المحيط. ده ليه علاقه بالسيشنات ال10 السيشنات اللي أي. هنا اللي غرقانين فيهم دول. ايوه غرقانين. ايوه انت كل شويه تقعد احنا في سيشن كل ما نخش نسجل وكله تمام والدنيا تمام، بعد ما نقفل احمد يقول لي انا عايز اعيد الحته دي يا ابني جامده، يقول لي لا انا عايز اعيدها. هو هنا بقى خلاص وصل لحته الايه اللي هو لا ما بقتش صعب ان انت ترضيه، وده الجامد بقى، ان هو ما بقاش عارف يرضي نفسه، لان هو شايف ان هو كل مره اجمد، انا كل مره اطلع اجمد، مش انا هقف عند دي وخلاص. بالظبط. والارتست الكبار كلهم او كل الميجا ستار بيبقوا محطوطين في نفس الزون دي، ولذلك دلوقتي بعد ما بيبقوا نجوم ما بيبقاش عارف ان هو ينزل اي حاجه للناس، ممكن يقعد فتره طويله جدا مع باب ما ينزل كام هيت للناس. اختيار الريليز ده بقى او دول الحاجات اللي هو بيبقى بيسجلها دي ممكن يكون قاعد بيسجل فيها بقاله شهور، حقيقة. مش في يوم بليله، مش يوم بليله، وعبال ما عشان ينزل لهم كام تراك بس. هيعمل ايديت كتير جدا في موضوع ان هو ينزل حاجه اصلا يختارها. انا ممكن اسجل مره واثنين وثلاثه بطريقه واثنين وثلاثه وبرده ما اقتنعش بحاجه منهم خالص، في الاخر اقتنع بحاجه ما كنتش انا مقتنع بيها من الاول. فالموضوع برده بيبقى نسبي جدا يعني. دي حقيقه. انا هنا عايز اروح لاحمد في سؤال. اتفضل. الصبح شغال في احدى شركه الاتصالات، مظبوط. بالليل رابر، مظبوط. ايه التيمه؟ التيمه فيها انفصام شويه. التيمه فيها يعني شخصيه غير الشخصيه، حد او شخص بيقابل ناس غير الناس. الصبح يعني انت جاي بتقابل قاعده عملاء مثلا جايين عايزين ياخدوا منك خدمه معينه، انت بالليل على النقيض خالص، انت بتقابل ناس مزيكاتيه، ناس ليهم بقى في السهر والمغنى والروقان بقى، فاهم اللي هو فكره ايه. انت شخص الصبح مختلف تماما عن شخص انت بالليل بتبقى شخص تاني خالص. الحقيقه الموضوع مش سهل. طيب انا هرجع معاك للفيديو انت نزلته على الريلز. تمام. بذاكر شويه قبل ما اعمل الحلقه. تمام. العميل اللي دخل لك في قلب الشغل كان بيسالك على اخر تراك. مساء الخير. كنت عايز احكي لكم على موقف حصل معايا النهارده وانا يعني شغال في احد شركات الاتصالات. فالمهم في عميل داخل معاه مشكله كبيره جدا ومتعصب، والراجل ده انا على معرفه بيه، يعني بيجي لي الفرع وموجود معايا دايما. فالمهم اول ما ظهرت الراجل متعصب قال لي سيبك بقى من المشكله دي خالص، انا سمعت اخر تراك ليك وعجبني جدا. فبقيت بصراحه مش عارف يعني احل له مشكلته ولا اسمعه اخر تراك نزل بعد اللي نزل ده. اول حاجه فاهم اللي هو ايه، انا ما بقتش عارف اقول له مثلا اللي هو فكره انت جاي تقول لي على حاجه، انت جاي عايز خدمه، فلقيتك انت يعني بقيت في لحظه ما انت بتقول لي بتديني ريسبكت على حاجه، فانت بقيت فان، فانا مش عارف اعاملك ازاي دلوقتي. انا المكان اللي انا فيه دلوقتي لا يصلح ان انا اتعامل معاك عن ان انت فاهم فيه، فاهم فاهم. فاللي هو ايه، حسيت ان الشخصيتين بقى اللي بقول لك عليهم فيهم انفصام دخلوا في بعض بقى، فاهم الدنيا بقت ايه خلطبيطه بالظبط. شكرا جدا لحضرتك حبيبي يا فندم. طبعا. اكتر تراك جاش معاك سكه؟ اخر تراك نزلته 13 زميلي 5 على الشباب ماضية، زميلي 10 على الحيطات حنية، زميلي مثل كل جهة معنية، يابا اصلي على الوصول مرضية، تاخد واجبك بس صف النية، جوه ارضك تبقى لينا ضحية، فلو شعبي اصله اسكندرية، دماغي فلتة فالمعاملة بدية. طب انا هنا من ورا الكادر يا جماعه بقول انا التراك ده عجبني جدا. سبحان الله. ده اللي كنا بنقوله من شويه بقى، ان انت ممكن تنزل حاجه مجبر على نزولها عشان وقت معين بس انت مش عاجباك، بس هي عجبت الناس. انا مش عارف، انا من الحاجات اللي شدتني في التراك ده نفسه ايه؟ الفيديو اللي نازل على التراك. ده كنا احنا عايز اقول لك ان الفيديو ده احنا ما عندناش وقت ان احنا نعمل ديزاين او نعمل بوستر او نعمل فيديو، لقينا فيديو والله ما بهزر. قاعد انا واحمد هنا، طب نعمل ايه يا احمد مش عارف ايه. الحلو في احمد بقى ان هو بقى شبهي في حته اللي هو ايه، طب يلا نرتجل ونطلع حاجه جامده، نجيب فكره لذيذه تليق بالموضوع ده. لا مش هنكروت يعني، لو الموضوع ما جاش معانا في الاخر خلاص مش بنكروت خالص. خالص. عشان خدنا بتاع ساعتين 3 عشان نختاروا الفيديو ده يا جدعان. فدخلنا جبنا الفيديو دوت، رحنا حاطين عليه افكتات مش عارف ايه. يلا هو ده هيترفع بيه التراك. هي جت كده اهو، مش كده بس على فكره هي جامده جدا.
جامده جدا يعني. هو يلا نزلها. ما كانش فيه وقت صعب نصور. لان قبل ما اسمع بجد انا الفيديو نفسه برغم ان أيوة. الفيديو هو بيتعاد ايوه بس هو جامد قوي. هو الفيديو اصلا كان نص ساعه. كان نص ساعه خدنا منه احنا بالظبط، قعدنا قصقصنا مشهدين كده وقررنا منه. الفيديو انتوا تقريبا عشتوا مع الفرح، انتوا كنتوا قاعدين عشان نجيب مشاهد بس جامده فاهم. لا الهيتس بتاعت اللي هتنزل في الفيديو نفسه يعني مش اي مشهد، فانت لازم حرفيا مشهدين يكونوا لايقين مع التراك. انت لو قاعد بتدور نص ساعه فانت مثلا هتقعد تختار الحاجه دي مثلا اكتر من الوقت اللي انت قعدت تتفرج عليه فاهم. الموضوع برضو بيبقى سهل للمشاهد يعني، بيبقى سهل في الفينش. انت قدامك الموضوع كله واقف على دقيقتين 3 دقايق اللي هم التراك، انت بس مش عارف اللي حصل ده حصل ازاي. يقولها زياده على طول بقى، انت مش عارف ايه اللي بيحصل في المطبخ. انت خدت الوجبه الدنيا تمام، الوجبه قدامك، خدت الوجبه بالجرنشه مش عارف بقى ايه اللي جوه، ايه اللي دار جوه فاهم. مفيش هنا اقول لك ايه اللي بيحصل في المطبخ. لا اللي بيحصل في المطبخ بص مدعكه يا صاحبي، مدعكه من حيث ايه؟ من حيث التقفيل ولا من حيث البدايه؟ من حيث ان انا اخلي زي ما قلنا في المطبخ، ان انا اخلي الزبون اللي هياكل الوجبه دي كلها وتوصل له بالجرنشه خلصان اللي انت عايز تقوله. الموضوع بيكون متعب جدا، الا بقى لو في ميكانيكال او كيمياء كده بسيطه ما بينك وما بين الارتست. الموضوع بيكون مريح جدا وفي نفس الوقت متعب، بس بيكون مريح في تقفيل الشغل. بيكون مريح ان انت هنا لان الارتست ما عندوش فيجن او ما عندوش رؤيه ان هو يعني ايه ماستر، يعني ايه لاينات ما ينفعش تعلى، لا دي واطيه لازم نعليها شويه، ما لو عليناها هتبقى يعني هتبقى خرجنا عن الماستر او عن الدنيا. ففي ارتست بيكون متعب جدا اثناء الماستر لانه ما عندوش خلفيه، ودنه شبعانه بالجين العالي مش شبعانه بالجين الصح، هو داخل عايز مش كده. في حاجات في الماستر البوفو بوفو بوفو دي في السماعات الكبيره مش على المينيتور. على المينيتور لازم الموضوع يبقى طالع في الصح. في الماستر بنفذ لها الواحد 2 3. انا طبعا انا مش محتاج ان انا ابقى قاعد افرج اجنحتي في حاجه، انا لسه بتعرف على الدنيا، بتعرف على الناس، قاعد مع ناس لسه اول مره، عايز العب مزيكا، عايز اقول تراكات بس لسه مش فاهم الدنيا بتقول ايه. فاهم الناس بقى داخله بايه لقطة. ايوه زميلي خد لك لقطة طفرة في جيلي، ايوه انا فلتة لقطة. ايوه زميلي خد لك لقطة في الحلقة، ايوه فاكك انا الشفرة.